لي عايز تنزل له تحت. قلت له انت مين؟ انت مين ووليد فين؟ كرر نفس الكلمة تاني. عايز تنزل له تحت. قلت له انا مش عايز حاجة، انا عايز صاحبي. فين وليد؟ بص لي تاني. بدأ يضحك. بدأ يضحك ضحكة مرعبة. قلت له قلت له انا هبلغ البوليس. ده مجرم، انت اللي قتلت وليد. لحظاته بدأت تتقلب لصراخ. صراخ بشكل مش طبيعي. أول ما بدأ يصرخ جريت منه. لكن المشكلة إني مش لاقي أي كرفان من اللي إحنا كنا بنقعد فيه. أنا بجري وسط الصحراء. بصيت ورايا في كل مكان، مش لاقي أي حاجة. وأول ما التفت لقيته في وشي بيقول لي مش قلت لك عايز تنزل له تحت؟ جريت تاني. جريت تاني وبقيت بقرا قرآن وبدعي ربنا يا رب. وفجأة لقيت نفسي وقعت في حفرة. بص حواليا، أنا مش شايف حاجة. حاولت أطلع الموبايل أنور النور يمكن أشوف حاجة. فتحت الكشاف بتاع الموبايل، لقيت جثة وليد جنبي، ولقيت جثة عبد الحميد العامل اللي قال لنا على الموضوع في الأول. يا رب مش عايز أموت هنا. فجأة لقيت الكاهن ده جاي مرة تانية، وأول ما قرب مني نور الموبايل اتطفى. بدأت أسمع صوت الضحك ده مرة تانية. فجأة الصوت وقف، مفيش أي حاجة بعديها.